مشكلة كبيرة بنقابلها مع أهل مرضى الإدمان إنهم حاولوا يعالجوا ولادهم مرة واثنين وثلاثة ومفيش نتيجة، وما بيبقوش للأسف عارفين هي المشكلة فين أو إيه هو السبب. إحنا متفهمين طبعا مشاعركم ومتفهمين طبعا إحساسكم وبنحاول إن إحنا نساعدكم. الطريق للتعافي أحيانا كتير بيكون طويل، بس إحنا دايما شايفين إن كل انتكاسة هي فرصة جديدة لبداية أقوى. مش معنى إن المريض يتعرض لانتكاسة مرة أو اتنين معناها إن هو فشل، بالعكس أوقات كتير بتكون الانتكاسة هي جزء طبيعي جدا من رحلة تعافيه. وعشان احنا متفاهمين بمرضه فقادرين نعرف ايه اسباب رجوعه للادمان، سواء كانت المشكله من البيئه المحيطه او خلل في الخطه العلاجيه او مشكله نفسيه او مشكله دوائيه او مشكله محتاجه ان احنا نتدخل فيها بشكل اعمق. وخططنا العلاجيه بتكون منفرده لكل حاله عن الاخرى، وساعتها بنراجع مع المريض كل خطوه مشيها في رحلته وبنبدا نضيف التعديلات اللي بتناسب حالته، سواء كانت على مستوى العلاج النفسي او التاهيل الاجتماعي او حتى الجانب الدوائي. ومع كل خطوه وكل تحدي وكل انتكاسه مش هنبطل ان احنا ندعمه لحد ما يوصل للتعافي اللي هو يستحق.